عريس السعيد وهو بيقول لنا يا قلبي. يا قلبي. نسمع. ده حبيبي كان بيزيده حيلته بوست على ايده، حبيبي كان بيزيده حيلته بوست على ايده، حبيبي كان بيزيده حيلته بوست على ايده، حبيبي كان بيزيده حيلته بوست على ايده. سابني وبعني يا ملواني واللي ما وقفش جنبي. يا قلبي يا قلبي يا قلبي الواد ده جرحني في قلبي. يا قلبي يا قلبي يا قلبي الواد ده جرحني في قلبي. سقفوله سقفوله سقفوله. كنت باين له شمعي وبيحلى له دمعي، كان يخلص في طبعي واتعودت عليه، واللي مأثر فيا انه محسش فيا بعد العشرة دي بعدني ما كنت عليه. كنت باين له شمعي وبيحلى له دمعي، كان يخلص في طبعي واتعودت عليه، واللي مأثر فيا انه محسش فيا بعد العشرة دي بعدني ما كنت عليه. ما عملش حساب لي مودة والعبد معاه الودة، حساب لي مودة والعبد معاه الودة، عشمني وسابني وخدني وجابني وشوقي غلبني اخدنا الحن قلبي. يا قلبي يا قلبي يا قلبي الواد ده جرحني في قلبي. سقفوله سقفوله. كنت باين له شمعي وبيحلى له دمعي، كان يخلص في طبعي واتعودت عليه، واللي مأثر فيا انه محسش فيا بعد العشرة دي بعدني ما كنت عليه. كنت باين له شمعي وبيحلى له دمعي، كان يخلص في طبعي واتعودت عليه، واللي مأثر فيا انه محسش فيا بعد العشرة دي بعدني ما كنت عليه. ما عملش حساب لي مودة والعبد معاه الودة، حساب لي مودة والعبد معاه الودة، عشمني وسابني وخدني وجابني وشوقي غلبني اخدنا الحن قلبي. يا قلبي يا قلبي يا قلبي الواد ده جرحني في قلبي. سقفوله سقفوله سقفوله. ده حبيبي كان بيزيده حيلته بوست على ايده، حبيبي كان بيزيده حيلته بوست على ايده، حبيبي كان بيزيده اسمعكم حبيبي اسمعكم حبيبي حيلته حبيبي حيلته حبيبي حيلته. سابني وبعني يا ملواني واللي ما وقفش جنبي. يا قلبي يا قلبي يا قلبي الواد ده جرحني في قلبي. يا قلبي يا قلبي يا قلبي الواد ده جرحني في قلبي. تلاتة بريك وراجعين نكمل معاكم احلى سهرة. خليكم معانا.
شذا من كلمات كريم العراقي، والألحان هي من الألحان الفولكلور العراقي الجميل. وشذا تغنت بالأغنية دي وقت ما منتخب العراق كسب كاس آسيا، وبالتالي كانت فرحة كبيرة جدا زي ما انت فرحتيهم. كمان يمكن فريق الكورة كمان فرحهم جدا. انت شفتي ده في عيونهم ازاي من خلال حتى شاشة التلفزيون لما كانوا بينقلوا فرحتهم هناك في العراق برغم الحرب اللي موجودة؟ طبعا احنا نعرف الأوضاع اللي تمر بها العراق، ويعني شلون احساس لما تشوفي فرحه العراقيين لما يعني نشوف تلاحظين انه يفتشون على اي فرحه اللي تخليهم يطلعوا من مآسيهم ومن حزنهم. وهذا شفناه طبعا من خلال فوز العراقيين، المنتخب العراقي بكأس آسيا، وشفناه هم لما فزت أنا ببرنامج ستار أكاديمي. هيدي أشياء يعني جميلة جدا، وإن شاء الله يا رب هيدي أنا أقول عنها هي شعاع أمل لعراق سلام وعراق حب، وإن شاء الله يا رب يحل السلام عن قريب يا رب إن شاء الله يا رب. دي دعوة أكيد مننا كلنا، لأنه شعب عايز يفرح وعايز يعيش، وأنتوا فرحتوه فرحة صغيرة لغاية ما يفرح فرحة أكبر بكتير إن شاء الله. عباس، هرجع لك مرة تانية على تقدير الأصوات الكبيرة ليك. يمكن الفنانين بشكل عام إن كانوا ملحنين أو شعراء أو أيضا فنانين، منهم الفنان عبادي الجوهر أهداك العود بتاعه. يعني هو شايف إن موهبتك حلوة وحب يشجعك، وبلمسة جميلة منه انت قدرت اللمسة دي ايه؟ عود الفنان ده بيتهيألي بيبقى حاجة قريبة جدا لقلبه، عوده الشخصي. انت شفت اللفتة الكريمة دي منه ازاي؟ طبعا انا اشكر الفنان عبادي الجوهر على وقوفه لي ودعمه لي في اول البوم لي بلحن منه. طبعا قبل ما انزل الالبوم الاول لي كنت اتمنى انه طبعا في ملحنين في المملكة بان يلحنوا لي ووقفوا بجنبي، ويوم طبعا نزول الألبوم حقي أهداني العود، وهذا وسام طبعا أعتز فيه طولة ماني على الطرب القصير. حكيم، أنت سمعت كلام حلو كتير، ويمكن أديبنا العالمي الله يرحمه نجيب محفوظ قال لك خليك دايما كده شعبي وقريب من القلب عشان توصل لأبعد مكان ممكن توصل له. بالظبط، هو قال لي لو كنت غنيت حاجة غير الأغنية الشعبية كان ممكن حكيم يوصل لقلب الناس قبل النجاح زي النهاردة؟ متهيألي لا، لأن خامة الصوت بتاعتي بتأدي أو بتتمكن من إنها تقدم اللون الشعبي كويس، يعني إلى أقرب للصح، يعني شوية قريب للصح يعني. فأنا بعتز طبعا أن أنا بغني النوعية دي من الأغاني، لأن هي نابعة مننا ونابعة من جوانا، ودي طريقتنا ومستمدة من روحانية الشعب أو من التراث بتاعنا والكلام بتاعنا والفولكلوريات وحاجات احنا متوارثينها. وعلى فكرة هي الأغنية الشعبية بتعبر عن كل شعب بتقاليده وبعاداته وبحضارته وبتحضره، والأغنية الوحيدة اللي مش محتاجة لتجميل أو تزويق، تطلع زي ما هي بعفويتها بروحانيتها بحالتها اللي هي عليها. هي عفويتها اللي انت قلت عليها دي، هي الكلمة دي سرها كله بالظبط، بالعفوية بتاعتها بطبيعتها. صح. شذا، المخرج توني أهواجي قدمك طبعا في كليب مؤخرا شفناه، وخلينا نشوف الأول على البلازما الكليب ده وبعدين نرجع نتكلم وتشوفي عمل ايه كده جو مع الناس. تشوف معاكي الكليب.
قلبي غرام. عشاق من كلمات والحان نوري وتألق جديد ايضا ليكي شذا. وانا بحيي تونيا هواجي على فكره لانه مطلعي كمان بشكل غير الاربع شهور بتوع الستار اكاديمي خالص يعني بجد. انت حاسه الكليب ده وانت بتتفرجي على نفسك شايفاكي عينيكي نورت، شايفه نفسك ازاي في الكليب ده؟ لانه بحب كثير هاي الاغنيه اول شيء، والكليب كمان يعني شوي غريب، يعني حاولنا نبعد شوي عن مثل دائما يعني نبعد شوي عن اللي بنشوفه دائما. والأغنية كتير حباها كتير، وبالنسبة لي هاي الأغنية هي بداية جديدة بالنسبة لي أنا في حياتي يعني. لسه مشاهدينا حلقتنا مكملة معاكم وبيكم كمان أحلى، لكن دلوقتي ترتب بريك سريعا ونرجع لكم على طول، خليكم معانا. حلقتنا معاكم مشاهدينا، منورنا فيها حكيم وشذا وألين. وخليني ابتدي بيكي ألين، مهم جدا للفنان بشكل عام سواء رجل او امرأة انه يهتم كتير بمظهره وبشكله ودايما يكون متجدد. صح. انت بتختاري حاجتك بنفسك ولا بعض الأوقات؟ بعض الأوقات بختار ثيابي بنفسي، بس أكيد بتكون عندي تصوير في حدا بيكون حدي بنسق لي ثيابي. للميك اب كمان عندي أشخاص معينين كمان بوجه لهم تحية، ليليان نجم وشعري كمان أحمد بشر تحية اليوم، سرحني تسريحة حلوة. واوقات بنقي تيب لوحدي واوقات بلبس من عند احدى المصممين، وحلو الواحد هيك يضله متأنى بشكله وطلع للناس بشكل حلو. انت تمرستي في الموضوع اكتر. شذا انا شفتك بلوك حلو جدا في الكليب، مين كان ورا ظهورك بالشكل الرقيق دوت عشان يكون متناسب مع الصورة كمان ومع فكرة المخرج؟ هي نفس الشيء، دائما بيكون في ناس يعني بيهتموا بالملابس، في انا نفس الشيء يعني بحاول انه اختار مع حالي مع نفسي، وفي ناس يعني كتير بيهتموا يعني نفسهم يعني من الاول لهلا اللي بيهتموا بشعري مثل استاذ توني مندلق اللي كتير بشكره، وميك اب اللي دائما من دايما يعني بتعملوا لي رولا رياشي، فبشكرهم كتير. اسامي كلها منوره، كل واحد في مجال. حكيم مين بيهتم بيك يا حكيم؟ والله مين بيهتم بالشكل بقى؟ يعني انا مع الجو العام بتاع الناس اللي حواليا والموضه اللي موجوده، ومش كل موضه بتليق على الواحد على فكره، يعني انا بختار الحاجه المناسبه ليا يعني كراجل وكراجل بيقدم اغنيه شعبيه يعني من
من الاصاله ومن فالواحد برضو بيخلي باله ايه اللي يلبق له وايه اللي بيليق عليه. اهو لبناني اهو. يعني اللي بيليق عليه يعني بحاول ان انا اظهر للناس بطريقه يعني كويسه. طب احنا عايزينك تظهر دلوقتي معانا بطريقه كويسه جدا باغنيه انا بحبها قوي وما تكسفنيش وهتغنيها. حاضر. ولا عينيا. 1 ولا 100، ايه رايكم؟ ولو جزء صغير بس. حاضر. يلا. وداني عالحلو رماني احلى زماني خطفتني رموشه ما قدرتش احوشه وان شفت خياله بياخدني جماله. واحد اثنين ثلاثة أربعة ولا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا كل الدنيا دي ولا مليون ولا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا كل الدنيا دي ولا مليون. ده حبيب القلب هو واللي ساكن قلبي جوه ولا غير الواد ده هو ولا مليون. ده حبيب القلب هو واللي ساكن قلبي جوه ولا غير الواد ده هو. سقفوا سقفوا ولا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا كل الدنيا دي ولا مليون. ولا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا كل الدنيا دي ولا مليون. حبيب القلب هو واللي ساكن قلبي جوه ولا غير الواد ده هو ولا مليون. حبيب القلب هو واللي ساكن قلبي جوه ولا غير الواد ده هو ولا سقفوا يا ما قالوا عليه من سحر عليه قولوا عليه برضه روحي فيه. يا ما قالوا عليه من سحر عليه قولوا عليه برضه روحي فيه. والمشي انا همشي وراه والنسي ما اقدرش انساه. انا همشي وراه ما اقدرش انساه. ده قلبي يابا مجنون. ولا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا كل الدنيا دي ولا مليون. ده حبيب القلب هو واللي ساكن قلبي جوه ولا غير الواد ده هو ولا مليون. هو واللي ساكن قلبي جوه ولا سقفوا ولا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا كل الدنيا دي ولا مليون. ولا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا كل الدنيا دي ولا مليون. حبيب القلب هو واللي ساكن قلبي جوه ولا غير الواد ده هو ولا مليون. حبيب القلب هو واللي ساكن قلبي جوه ولا غير الواد ده هو ولا مليون. يا ولد يا حكيم. ولا نقدر نزعلك يا ست مريم. ولا انا نقدر شخصيا نزعلك. بحب الاغنيه. بص الناس عملت ازاي يا اخي. لا كان لازم تتغنى النهارده معانا. ودلوقتي مش هتاخد نفسك على طول. ماشي، يلا، هنسمع أنا معاكم. معاكم كواترو حكيم شذا ألين وعادل. خليكم معانا.
وسلم لي على الحبايب وخبرني بحاله شو صار ودخلك يا ضير الوروار ورحلك من صوب النشوار وسلم لي على الحبايب وخبرني بحاله شو صار الشمس البنزين على ورق القلب الأصفر طير وتعلي شوي وتصير الدنيا تصغر وبكروم التين ينده تشري يا حبيبي ودخلك يا ضير الوروار رحلك من صوب المشوار وسلم لي على الحبايب وخبرني بحاله وشو صار دخلك يا ضير الوروار ورحلك من صوب المشوار وسلم لي على الحبايب وخبرني بحاله شو صار الفنانة فيروز بنختم حلقتنا النهاردة اللي كان مشرفنا فيها نجوم من مختلف الوطن العربي، نحييهم اسم وفرد كان معانا النجمة ألين خلف، وأيضا النجمة الشابة تعالي شاذة هنا عشان الكاميرا تجيبك، شاذة حسون. من البحرين كان معانا النجم عادل محمود، ومن مصر كان معانا عريس السعيد النجم حكيم، ومن السعودية أيضا كان معانا عباس إبراهيم. بنشكركم جدا على متابعتكم، بنشكر الجمهور الكبير ده اللي كان دايما معانا في ترتتا، والنهارده كان الجو برد قوي لكن الجمهور يجنن زي العادة. بنشكركم جدا وإن شاء الله نكون دايما متجمعين معاكم في أحلى سهرة وفي أحلى برنامج على أجمد محطة دايما معاكم في ترتتا على تلفزيون دبي. باي باي.